يخوض الممثل التركي بوراك أوزجيفيت المعروف بدور كمال في المسلسل الشهير حب أعمى تجربة الأعمال المشتركة بين تركيا والدول العربية من خلال فيلم سينمائي من إنتاج سعودي. الفيلم الجديد بعنوان محمول مكفول يضم نخبة من النجوم العرب والأتراك، وسيكون بوراك أوزجيفيت البطل الرئيسي الذي يؤدي فيه دور شخصيته الحقيقية في الواقع، ويشاركه في الفيلم من الجانب التركي الممثلة التركية هازال فيليز التي كانت أحد أبطال حب أعمى. أيضا ميلي يوزكايا الذي يقوم بدور صديق أوزجيفيت بوراك في الفيلم. ومن الجانب العربي هناك الممثلتين السعوديتين خيرية أبو لبن ونرمين محسن، والممثلة المصرية إنجي وجدان. الفيلم من النوع الكوميدي ويحكي قصة 3 نساء عاشقات للمسلسلات التركية تذهبن من الرياض لإسطنبول لتحقيق حلمهن بلقاء نجمهن المفضل بوراك أوزجيفيت، لكن تأخذ الأمور منعطفا آخر عندما يجدن أنفسهن متهمات باختطاف النجم بوراك أوزجيفيت. ومن المرتقب أن يبدأ صناع العمل تصويره في بداية شهر شتنبر المقبل بين الرياض وإسطنبول، على أن يتم عرضه خلال عام 2025. ويشار إلى أن بوراك أوزجيفيت يطل على جمهوره التركي والعربي في السنوات الأخيرة من خلال مسلسل المؤسس عثمان الذي وصل موسمه الخامس، وهو مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج بوزداغ فيلم.